لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. ما هو حلال وما هو حرام ما بين الزوجة وزوجته، خاصة أنه هل يكون هناك زنا ما بين الزوجين؟ تفضل يا شيخ. نعم، الرجل تحل له زوجته في كل شيء، صحيح، والمرأة يحل لها زوجها في كل شيء إلا في زمن ومكان. صحيح. أما الزمان فقد حرم الله سبحانه وتعالى على الرجل أن يأتي زوجته حال حيضها، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. بشدة يعني خطورة إتيان المرأة في وقت الحيض، والعلم الطب الحديث أثبت أن إتيان المرأة في الحيض يصيب الزوج بأمراض كثيرة لا داعي لذكرها ولا لبيان عددها ولا أسمائها الآن، ويصيب المرأة غالبا بأمراض أكثر من الأمراض التي تصيب الزوج. يكفي أن هو يسود الوجه، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني إتيان الزوجة وقت الحيض يسود وجه فاعله ويؤدي إلى التنافر والتباغض بين الزوجين. العلماء لما مسكوا الآية دي يا أستاذ محمد، يعني مثلا لما تراجع تفسير الإمام القرطبي في هذه الآية يقول ولا تقربن حتى يطهرن، حتى هنا بداية الغاية ولا نهاية الغاية؟ يعني إذا طهرت المرأة من الحيض ولم تغتسل هل يجوز للزوج أن يأتيها؟ على خلاف بين العلماء. ما دام أنها قد طهرت فاختلف العلماء هل يجب عليها الغسل أولا أو يجوز. احنا لا نتكلم على الطبائع وان هذا مستقبح او كذا وكذا، انما بنتكلم عن احكام شرعيه. صحيح. وجي العلماء لما اتكلموا عن اتيان الزوجه وقت الحيض قال ده كبيره. طيب علاجه ايه؟ وبعضهم قالوا مش لاقيين لها كفاره. وخلي بالك الكبائر التي ليست لها كفارات اشد من الكبائر التي لها كفاره. صحيح. طب اللي بيشتم ابوه وامه صحيح كفارته ايه؟ دور لي كده على كفاره. ما لهوش كفاره. كفارته في الدنيا، يعني اللي بيزني بيتجلد او يترجم، اللي بيشرب خمر بيتجلد، اللي بيشهد زور له كذا، اللي قذف المحصنات له كذا. طب اللي بيشتم ابوه وامه ملوش كفاره وعقابه عند الله يوم القيامه اشد. صحيح. فالعلماء لما قالوا ان الكفارات زواجر عن اقتراف الذنب وتوبة من الله على العبد في الآخرة، يعني الذنب إيه؟ ما يبقاش للعبد في الآخرة. طيب كده تمام؟ طب جه الإمام أحمد بن حنبل قال إذا فعل الرجل أن أتاها في وقت الحيض في أوله فعليه أن يتصدق بدينار من الذهب، فإن أتاها في وسط وقت الحيض فعليه أن يتصدق بنصف دينار، فإن أتاها في آخر وقت الحيض فعليه كفارة أن يتصدق بربع دينار. يعني إيه؟ يعني الدينار الذهب ب4 جرام، ده الدينار 4 جرام ونص. 4 جرام ونص. لو الزوج أخطأ وأتى زوجته في وقت الحيض في أوله يتصدق بدينار، يخرج ثمن 4 جرام ونصف ذهب. يا الله، ده كتير قوي. ولو في وسط الحيض يخرج نصف دينار، يعني 2 جرام ذهب ونصف. ولو في آخر الحيض يخرج ربع دينار. ليه العلماء بيشددوا هذا التشديد؟ عشان يمتنع الإنسان عن اقتراف مثل هذا. صحيح. لما نتكلم عن الأمر الثاني احنا قلنا زمان اللي هو زمن الايه؟ زمن الحيض. والمكان هو المكان اتيان المرأة في محل الغائط. عبر عنه الإسلام اتيانها في الدبر. شبيه باللواط. نعم. أو اللواط. هو لواط. والمرأة التي ترضى على نفسها هذا ترتكب كبيرة الفاحشة. والرجل الذي يفعل هذا يعني شوف حلاله وزوجته وربنا أحلها له ويفعل معها الحرام الذي حرمه. هل اللواط درجة من درجات الزنا في هذا الموضع؟ أشد من الزنا. أشد. اللواط عقوبته أشد، لأن اللواط شوف ربنا احنا قلنا الزاني إما يرجم أو يجلد إما يجلد شاب. صحيح. لكن من يفعل اللواط يلقى من فوق سفح، يلقى من أعلى مكان في المدينة ويرجم فوق يدفن بالحجار. كما فعل
جبريل عليه السلام بأمر من الله ومعه الملائكة مع قوم لوط اللي زي فعلوا فعل اللواط. لما نتكلم، لأن بعض الناس بيأخذوا بأقوال ويقول لك ده اتيان المرأة في الدبر حلال. لا، اتيان المرأة في الدبر حرام. وأعيدها مرة أخرى، اتيان المرأة في الدبر حرام، والمرأة يجب عليها أن تمنع زوجها من ذلك، ولو وصل الأمر إلى الطلاق أو إلى أن تأتي بالحكمين أو تذهب إلى أهلها فتخبرهم تهدده، لأنها من عقوباته أنها تصاب بالعمى، وصاحبه يصاب بالتبلد العقلي. من يفعل فعل اللواط نهايته دماغه يذهل، بيتجنن ويورث. هنيجي نتكلم عنها بالتفصيل. أدلة التحريم، ربنا بيقول ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. إذا كان المكان الحلال ربنا حرمه في وقت معين لشبهة أن يكون فيه نجاسة، فيه أذى، صحيح، وفيه أذى، فكيف بالدبر الذي هو يتيقن أنه مكان النجاسة؟ وهذا ما قاله الإمام القرطبي، قال حرم الله الفرج حال الحيض لأجل النجاسة العارضة، فأولى أن يحرم الدبر من أجل النجاسة اللازمة الدائمة كمان الدائمة. وقال الدليل الثاني قال ولا تقربوهن حتى يطهرن. ده دليل آخر من أدلة القرآن على تحريم اتيان المرأة في الدبر، لأنه لو كان مباحا لكان للزوج أن ينكح زوجته في الدبر حال حيضها. صحيح. يعني هو بدل ما يجلس مدة من الزمن لا يأتي زوجته رغم فوران شهوته ربما، لكان له أن يأتيها في وقت الحيض في الدبر. صحيح. لكن إذا منع الله أن يأتيها وقت الحيض منع أيضا الدبر. هذا. فأتوهن من حيث أمركم الله، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. طب الحرث، أنا لما أجي أحرث الأرض، عندي قطعة أرض بحرثها بمعلقة ولا بجيب محرات؟ لما باجي احرث الارض بجيب ناس متخصصه ولا يعني بعمل فيها ايه؟ فكل شيء له طريقه يعني مبتغاه. فأتوهن من حيث امركم الله، قال مجاهد وابن عباس اي في محل الحرث. ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. دي برضه دليل اخر من ادله تحريم اتيان المراه في الدبر. صحيح، ان هذا مكان غير طاهر. نعم. فلا يدل على طهاره من يفعل ذلك. من أدلة التحريم إن ربنا سبحانه وتعالى ذكر قوم لوط ولعنهم في القرآن وأنزل عليهم عقوبة في الدنيا قبل عقوبة الآخرة. فمن يفعل مثل هذا الفعل سواء كان رجل مع زوجته أو غير ذلك فهو محرم. ولذلك ربنا لما لام قوم لوط بيقول لهم إيه؟ وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، أي تركتم أقبال نسائكم إلى أدبار الرجال والنساء. ثم يتكلم سبحانه وتعالى عن هذا فيعلمنا. حتى الأئمة في التفسير اتكلموا بصراحة. النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه الصحيح يقول كده اهو: إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن. كلام النبي صريح، كلام صريح. صحيح. ليه؟ لأن احنا ليه بنطول النفس في المسألة ديت وبنتكلم عنها بهذا التفصيل؟ لأن بعض المجرمين من غير المتخصصين في العلم الشرعي يأتون بأدلة ضعيفة زي بعض الروايات الضعيفة، فيحلون لأنفسهم ويلبسون على الناس مثل هذا. إيه اللي خلينا نتكلم في هذه المسائل ونتكلم عنها بالتفصيل أيضا؟ انتشار للأسف الميديا الموجودة والناس عايزة تقلد. يعني أنا قابلت طبيب متخصص في أمراض النساء، طبيب كبير جدا، فقال يا شيخ 99% من الفيديوهات الموجودة على اليوتيوب من المواقع الإباحية كلها مزيفة. يا الله. مزيفة ازاي؟ بمعنى قص ولزق. الراجل المجرم المجنون اللي مخه تعبان اللي مخه خرفان عايز زوجته الست الطيبة المؤدبة المتدينة اللي متربية في بيت محترم تعمل زي الفاجرات. طب انت وانت يعني كيف ان لك ذلك؟ شوهت فطرته. شوهت فطرته. شوهت فطرته حتى في الحلال اللي ربنا احله. صحيح. وانت ربنا اداك حلال مباح، هو عايز يعمل نفس الطريقة وبنفس الوسيلة. كيف انت راجل مسلم يا اخي؟ ده حتى لما اتكلمنا في حلقة يا استاذ محمد ان سيدنا جريج لما دعت عليه قالت له ايه؟ وانظر في وجوه العاهرات.
طيب اللي بيعملوا ينظر على فقط. المشاهد اللي على الانترنت هذه دول عاهرات وعاهرين ولا لا؟ بعين اليقين. النظر في وجوههم بيبقى عامل ازاي؟ دعك من النظر الى فروجهن وفروجهم. طب ترضاها على بنتك تسمع حاجه زي ديت؟ ترضاها على ابنك يشاهد حاجه زي ديت؟ طب ازاي تشاهد مشهد مثل هذا ثم تذهب وتلقى ربك وتصلي بين يديه؟ كيف لك وانت تصوم رمضان؟ يعني بيجي لنا اسئله غريبه. انا كان لي لسنوات كثيره برنامج ثابت اسبوعيا في رمضان وغيره لمده تقريبا 3 سنوات. كان ياتيني في رمضان اسئله على الهواء، الولد صايم في رمضان وبيتفرج على افلام، طب اجاوب اقول له ايه؟ لا إله إلا يعني دي يعني انا عايز حد يساعدني في الاجابه. باي منطق يعمل كده يعني؟ باي منطق؟ انت صائم لله سبحانه وتعالى ليه؟ لذلك لازم نخلي بالنا من ابنائنا ونحرص عليهم ونعلمهم، والاب يثقف اولاده الثقافه الجنسيه التي تؤهله. يعني كل سن في كتب تربيه اسلاميه تكلم في هذه الامور. 5 سنين لها كلام، 7 سنين لها كلام. يمكن يا شيخنا في موضوع 10 سنين الثقافه لها استاذنك كلام. اقاطع حضرتك في هذه النقطه. اتفضل يا اخي. كثير من النساء لا يعلمون بناتهن ان الاتيان في الدبر حرام، ولذلك يلبس عليهم بعض الازواج. هذه المراه التي لا تعلم، هل يقع عليها الوزر بعد ان علمت ام قبل؟ منذ انا لا اعتقد ان في امراه لا تعلم ان هذا الامر محرم. يعني هناك بعض النساء العفيفات التي لا يتحدثن في هذا الا بعد الزواج فعلا. ربما اذا كان الزوج لا يعلم او الزوجه لا تعلم، عشان يبقى كلامنا شامل للاثنين، فعلم فوجب عليه ان يقلع عن مثل هذا الفعل ويتوب الى الله. نعم صحيح. ليه ربنا سبحانه وتعالى حرم اتيان الزوجه في الدبر؟ الامام ابن القيم في زاد المعاد بيقول: فللمرأة حق على الزوج في الوطء في المحل الذي اختاره الله أن يكون. صحيح. ووطئها في الدبر يفوت حقها ولا يقضي لها وطرها ولا يحصد مقصودها، فربما أن تتجه إلى الحرام، على الزنا، ويكون باب من أبواب الزنا. نعم. أنه يسود الوجه ويظلم الصدر ويطمس نور القلب، يا الله، ويكسو الوجه وحشة تصير على صاحبه يعرفه من له أدنى فراسة. سبحان الله. ده كلام ابن القيم زمانه. سبحان الله. بيقول له أدنى فراسة يعرف أن هذا يلاوط. نعم. قال: يؤدي إلى التنافر الشديد بين الفاعل والمفعول به، وذلك تجد حوادث القتل. يا سبحان الله. نعم. تنافر بين الفاعل والمفعول به، برغم ان هم تجد يتراضوا عن هذا. الصحف تأتي إليك بأخبار يقول لك وجدوا إنسان عار من الملابس ونصف الأسفل مكشوف، أو زوجة بتقطع زوجها وما إلى ذلك مثل هذه الأشياء. فساد الحال من الفاعل والمفعول به بحيث لا يرجى معه صلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا يرجى معه صلاح. يذهب الحياء يا أستاذ محمد. فعل اتيان المرأة في الدبر يذهب الحياء، أو اتيان الرجال يذهب الحياء، يورث المهانة والسفال والحقارة. الأخطر والأشد والأدهى أنه سبب لانتشار عدد كبير جدا من الأمراض. صحيح. التي ليس لها علاج. صحيح. مثل هذا الأمر. صحيح. فينبغي على كل مسلم أن يحتاط لمثل هذه الأشياء. وإحنا قلنا وبنكرر كل حلقة ونعيد: إذا كنت متزوجا بامرأة وهي لا تكفي وترك، تزوج باثنتين وثلاث وأربع. الناس تزعل، الناس تتضايق، زوجتك تطلب الطلاق ما تطلبش الطلاق، أولى بك من أن تأتي يوم القيامة أمام الله زان. صحيح. وتعاقب على هذا. صحيح. المرأة أيضا، أعيد هذا عدته في الحلقة الماضية وأكرره هذه الحلقة: الزوجة إذا وجدت من زوجها أنه لا يأتي وتراه، يعني تتقي الله وتستغفر وتتوب كذا، إذا وجدت الأمر مستحيل تطلب الطلاق. أما أن يتحايل الناس إلى أمور محرمة، مكالمات في التليفون، مش عارف، يبعتوا لبعض الصور، ما دي احنا الثقافة دي أنت ممكن تستغرب، ايه اللي عرفك الحاجات دي؟ احنا بتجيلنا الأسئلة. صحيح. صحيح. بيأتي الناس إلينا يعني يتكلمون معنا، يستشيرون في مثل هذه الأشياء. صحيح. فينبغي علينا ان احنا نخلي بالنا من مثل هذه الأمور. وبعدين بيحدث بقى ما لا تتخيله. أضرب لك مثال: امرأة فعلت الفاحشة، طيب ايه الحل؟ حملت،
الجنين عدى الوقت اللي ما ينفعش ينزل فيه، ينزلوه. هيبقى حرام. واحد يجي يقول لك أنا تقربت إلى الله وذهبت معهم إلى الطبيب ونزلناه، ارتكبت كبيرتين: قتل نفس قتل نفس وتزييف. صحيح. ليه؟ لأن ربنا، النبي عليه الصلاة والسلام لما المرأة جات له، المرأة لما أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت زنيت، وقالت له: يا رسول الله أنا ارتكبت فاحشة الزنا. ما قالش اقتله اللي بطنها. قال لها إيه؟ اصبري حتى تلدي. فمكثت 9 أشهر، يعني انتظري حتى نرى. فلما ولدت وأتت بالغلام قال: انتظري حتى تفطمي. ده إيه الإسلام الجميل ده؟ لأن حرمة النطفة لها حرمة ولها كينونة في الإسلام. صحيح. ولذلك ده مما أوجب الإسلام علينا أن نحتاط لمثل هذا، نعلم أبنائنا ونعلم بناتنا ونربيهم على منهج الإسلام حتى لا يقع أو يقعنا في الخطأ. بارك الله فيك يا شيخ، جزاك الله خيرا. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.